كان في جامعة في كولومبيا، وكان الدكتور داخل بيشرح حصة رياضيات. كان في تلميذ من وسط التلاميذ اللي قاعدين نام وهو الدكتور بيشرح، مصحيش إلا والدكتور بيقول والنهاردة أنا كده خلصت. فلما التلميذ ده صحي شاف فيه مسألتين اتنين مكتوبين على السبورة، فقالك بس هو ده الواجب، وأنا نمت ومعرفتش الدكتور قال ايه. فكتب المسألتين وروح قاعد يحل فيهم، وكانوا صعبين جدا، وحاول بكل الطرق ولف مكاتب كتير وقرا كتب كتير لحد ما حل واحدة منهم. فراح للدكتور تاني يوم، الدكتور بدأ يشرح على طول، فبقول له انت ليه يا دكتور ما سألتش على الواجب بتاع امبارح؟ فبقول له مفيش واجب امبارح اصلا، انا ما اديتش واجب امبارح. قال له المسألتين اللي كانوا محطوطين على السبورة. قال له ده ما كانش واجب. قال له ده دول المسألتين دول كانوا اصعب مسألتين عجز العلماء على حلهم وملهمش تفسير وملهمش حل. قال له ازاي انا حليت واحدة منهم؟ قال له وريني كده. اتعمل باسمه في قلب الجامعة اللي في كولومبيا دي طريقة حل المسألة، حلها في 3 صفح محطوطة في قلب الجامعة ومحطوط تحتها اسمه البروفيسير، وقاموا كاتبين اسمه. كل اللي هو وصل ليه ووصل لحل المسألة دي ان محدش عرفه ان ده مش الواجب، ان محدش عرفه ان المسألة دي مستحيل تتحل، انه ما سمعش من الدكتور بتاعه ان مفيش حل للمسألة دي، وجايب مثال على المسائل اللي ملهاش حل ومتتشرحش. وده اكبر دليل يعرفك ان طول ما انت ما سمعتش ان الحاجة ده هي مفيهاش مستحيل هتعملها، لكن لو سمعت انها فيها مستحيل هتهمدك شوية. ففي بعض الاحيان حاجات كتير قوي انت عارف ان بقى ممكن لو انت دخلت جواها وتعمقت جواها هتحلها او هتنجزها، والناس بيقولك انها صعبة او مستحيلة وانت بتحاول وبتوصل. والناس كتير بتقولك انها مستحيل فما بتكملش. فالعبرة هنا من الموضوع ان انت ما تسمعش لحد، حتى لو كان الدكتور قال قدام الناس كلها ان ملهاش حل، كانوا التلاميذ دي كلها تروح تشتغل على نفسها وتخترع حل للمسألة دي. المخترع او العالم اللي اخترع حاجة محدش اخترعها قبل كده، ما مجرد ان هو حاول بس ان هو يعمل حاجة محدش غيره عملها قبل كده. فالابتكارات والاختراعات موجودة في كل حاجة. فانت الفرق بينك وبين المخترع ان هو حاول، انما انت اتكلت على كلام غيرك ان هو ما ينفعش ومستحيل واستحالة. الكلمتين دول او ال3 كلمات دول هما اللي بيخلوك تفشل ويخلوك تقف مكانك وما تحركش في اي حاجة. وحاجات كتير جدا انا سمعتها عن نفسي انها مستحيلة وعملتها، حاجات حقيقية وملموسة على ارض الواقع وعدت بايدي وعملتها، وناس كتير قالت لي انها مستحيل انها تتعمل. فما تسمعش الكلام حد، وده اكبر مثال قدام منك يقولك ان انت ما تسمعش. نام، والنوم بتاعه يقول مصلحته، انه حاول وما ترددش لما حد وقفه. ما سمعش الدكتور وبيقول مستحيل، فمعرفش ان في حاجة اسمها مستحيل. وفعلا مفيش حاجة اسمها مستحيل. قول يا رب وتوكل عليه وهو هيرشدك للطريق الصحيح. مادام انت نفسك في الحاجة هتوصل لها. حاول وجرب وشوف. وما تنساش تعمل لي اشتراك ولايك، صلي على في الكومنتات ولايك، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وقول لي ايه رايك في الحكايه دي، وحقيقيه 100%.